كل الفلاحين اللي بيوتهم غرقت في المنوفيه والبحيره فلاحين مخالفين معتدين على حرم النيل وما يقدروش يقولوا للبلد تلت التلاته كام. طب الفيضان اللي حصل ده عادي؟ لا مش عادي، والبلد ملهاش دخل فيه. طب ايه السبب؟ السبب سد النهضه في اثيوبيا والاداره المائيه بتاعته. طب اشمعنى بقى القرى والفلاحين دول بالذات اللي بيوتهم غرقت لما ميه النيل عليت شويه؟ لان كل البيوت اللي غرقت دي بيوت مخالفه مبنيه على اراضي طرح النهر، واللي طبيعتها بيبقى ارتفاعها قليل عن كل الاراضي اللي حواليها، فكل المناطق اللي بنفس الوصف على طول النيل ده بيبقى اسمها حرم النهر، واللي في الاساس ممنوع منعا باتا ان انت تبني عليها وان انت تبور الارض اللي بتاكلنا مام. ولكن من ساعه لما السد العالي اتبنى وخلاص الفيضانات ما بقتش بتيجي زي زمان، فخلاص بقى ده احنا مش نبني بيوت جنب النيل، ده احنا هنبني بيوت جوه النيل. ايوه، ما احنا عايزين بقى نجوز العيال ومفيش حد بيراقب ولا بيحاسب. تخيلوا حتى لما الميه منسوبها عالي عن الطبيعي وده خارج عن اراده البلد حذرت كل الفلاحين اللي بانيين على حرم النيل يا جماعه امشوا من المكان، كل المكان ده هيتغرق والميه هتوصل لغايه الصدر. صدق او لا تصدق، في فلاحين ما سمعوش الكلام وفضلوا قاعدين برضه، وطلع لك بقى قدام الكاميرات والميه وصل لغايه زوره وحسبي الله ونعم الوكيل. لا، ده حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد اعتدى على حرم النيل وبنى بيوت مش من حقه انه كان يبنيها، وبور ارض من حق الشعب كله ان هو ياكل منها. وحسبي الله برضه في كل واحد غمى عينيه وعمل نفسه مش شايف الاعتداء ده وساب الارض تضيع واحده ورا الثانيه.